السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع كده، ايه هي أفضل أنواع الكتاكيت اللي ممكن تشتريها لو انت عايزة تربي فراخ بلدي، سواء كانت الفراخ دي للأكل أو للبيض. ايه افضل انواع الكتاكيت اللي ممكن تشتريها وما تخسركيش؟ ازاي تختاري الكتكوت الصح اللي ما يتعبكش في التربية ويعود عليك بمكسب وتكسبي منه، ما يكونش تربيته على خسارة؟ في ناس كتير ما تعرفش ايه هي افضل انواع الكتاكيت اللي ممكن تشتريها. مش كل الكتاكيت اللي انت ينفع تختاريها وانت بتشتري الكتاكيت. في حاجات معينة كده لازم تعرفيها، في مواصفات معينة كده في الكتكوت اللي انت بتشتريه، عشان لو ربطيه يكون في مكسب من وراه وما تخسريش فيه. ايه هي نوع الكتاكيت اللي انت ممكن تشتريها؟ لازم تاخدي بالك من مواصفات الكتكوت اللي انت بتشتريه. في حاجات كده لازم تتجنبيها وانت بتشتري الكتكوت. يعني وانت بتشتري الكتكوت كده لو شفت حاجات معينة ما تشتريش الكتكوت ده، عشان لما تربيه ما تخسريش فيه وما يحصلش ليكي مشاكل في التربية بعد كده، وتلاقي موضوع التربية سهل بالنسبة لك. احسن نوع كتاكيت انت ممكن تشتريه هي الكتاكيت البلدي. الكتاكيت البلدي هي افضل انواع الكتاكيت اللي انت ممكن تشتريها. اهالينا زمان كانوا بيربوا كتاكيت البلدي. طبعا في انواع كتير كتاكيت ظهرت في السوق، في كتاكيت رزي، في كتاكيت فيومي، في كتاكيت ساسو، انواع كتير. لكن كان زمان هو النوع اللي متعارف عليه واللي كل الناس بتربيه كانت هي الكتاكيت البلدي. بعد كده ثبت لناس كتير جدا ان الكتاكيت البلدي هي افضل انواع الكتاكيت. لو من حيث اللحم، طبعا فايدة الكتاكيت البلدي، فايدة اللحم بتاعها في كل العناصر الغذائية اللي الجسم بيحتاجها. فلو انت هتربيه من حيث اللحم، هو مفيد جدا. من حيث الطعم، طبعا احلى طعم هي الكتاكيت البلدي. اما بتيجي تذبحيها كده بعد ما تربيها بتلاقي طعمها حلو جدا في الاكل. يبقى احنا ما نشتري كتاكيت، حاول ان انت تشتري الكتاكيت البلدي الصافي. لو انت هتاكلي لحمها كويس جدا. لحمها في كل العناصر الغذائيه اللي الجسم بيحتاجه. الكتاكيت البلدي هي افضل انواع الكتاكيت، زي ما قلنا من حيث فايده اللحم، لان في كل العناصر الغذائيه المفيده للجسم. طب لو هتربي كتاكيت للبيض، برضو الكتاكيت البلدي هي افضل حاجه في البيض. البيض البلدي لا غنى عنه. طبعا البيض البلدي لو انت هتقارنيه بالبيض الافرنجي او بيض الوزاره، من حيث الطعم جميل جدا عن بيض الوزاره. من حيث الفايده هو له فايده كبيره جدا، في نسبه بروتين عاليه عن البيض بتاع الوزاره. من حيث الزفاره، طبعا البيض البلدي ما بيكونش فيه اي ريحه زفاره زي البيض الافرنجي او البيض التاني او البيض بتاع الفراخ البيضه. يبقى الكتاكيت البلدي من ناحية البيض هي أفضل حاجة. الكتكوت البلدي اما بتيجي تشتريه عمر يوم، لازم تعرفي الوزن بتاعه بيكون ايه. وزنه بيتراوح من بين 28 جرام ل 35 جرام. يبقى أول حاجة هنشوفها واحنا بنشتري الكتكوت البلدي، عشان تعرفي ان الكتكوت ده حلو وتربيته هتطلع كويسة ومش هيخسرك. هتشوفي وزنه، هتلاقي وزنه يتراوح ما بين 28 ل 35. تاني حاجة بتشوفها في الكتكوت البلدي المؤخرة بتاعته. لو المؤخرة بتاعته كانت جافة كده مفيش فيها سوائل، مفيش فيها سوائل، ده بيكون كتكوت نوعه كويس او مش هيحصل له امراض وانت بتربيه. هتشوف العينين بتاعته، لو لقيت العينين بتاعته كده مغمضة يبقى الكتكوت ده مريض. لو لقيتيه عينين مفتوحة كده وبراقة كده يبقى الكتكوت ده كويس. طيب هنشوف الكتكوت ده من حيث السرة لو لقيتها ناشفة كده وحواليها حبوب كده الكتكوت ده بيكون تعبان. لو السرة شفتها كده لقيتها طرية الكتكوت ده بيكون سليم. وقف الكتكوت كده على ايدك او على الارض، لو لقيت الكتكوت ده فيه نشاط وحيوية كده يبقى الكتكوت ده سليم. لو شفت الكتكوت لقيتيه حركته بطيئة او كسلان كده في الحركة يبقى الكتكوت ده تعبان وصحته مش كويسة.
طيب احنا شفنا كل المواصفات دي، لقينا الدنيا تمام. لقينا الوزن بتاعه كويس، لقينا المؤخرة بتاعته ناشفة، لقينا السرة بتاعته طرية كده، لقيناه فيه حركة ونشاط مش كسلان. طيب هناخد بقى الكتكوت هنربيه. اول حاجة هنستقبل الكتكوت البلد عليها، يا اما سكر يا اما مفيش عندك سكر هتستقبليه على محلول معالجة الجفاف. طيب ده هنستقبله عليه. طب بالنسبة للأكل بتاعه بنأكله العلف البادئ السمسم اللي هو بروتين 23%. لما الكتكوت معاكي تلاقي عنده أسبوع كده أو وصل عمر أسبوع، ممكن نأكله بواقي طعام، بس نحاول إن بواقي الطعام دي تكون ناعمة مش خشنة كده، وتقطعيها صغير خالص كده، لأن احنا عارفين إن الكتكوت ده لسه صغير، لسه معدته ضعيفة في الهضم مش قوي. دي الحاجة التانية. طب لو نهتم بقى بالحرارة، طب لو الجو بارد هنهتم بالتدفئة، لأن البرد ممكن بيموت الفراخ الصغيرة اللي عندك دي. حاجة مفيدة جدا ان احنا لازم نهتم بالتدفئة بتاعة الطيور بتاعتك. يبقى لو الجو برد بنحطه كده في كرتونة وبنشغل له اللمبة الصفراء، اللمبة الحرارية اللي بتخلي فيه دفى كده. بس اول ما تستقبلي الكتكوت بتاعك، يعني قبل ما بتجيبيه بشويه كده، حاولي تشغلي اللمبه تدفي الكرتونه كده اللي انت هتحطيه فيها. لازم تدفيها الاول، يعني مش نجيبه من برد لحر جامد. لا، لازم بنشغل اللمبه شويه كده في الكرتونه. بعد كده ما بنشغل اللمبه كده بنستقبل الكتكوت بقى ونحط له العلف ونحط له الميه بتاعته. بعد كده طبعا بنشوف لو الجو برد بنشغل له لمبه. طيب لو الجو حر ممكن بالنهار كده ما نشغلش له لمبه، لكن بالليل، حتى في ايام الحر ممكن بالليل كده الجو بيبدأ يبرد كده، فممكن نشغل له اللمبه بالليل، وبالنهار كده ما نشغلش له اللمبه. طبعا انواع الفراخ البلدي، في انواع انت بتشتريها مخصصة للبيض، وفي انواع انت بتشتريها مخصصة للاكل. طبعا فراخ التسمين زي الفراخ الساسو، الفراخ الرزي، في نوع من الفيومي كده برضو للتسمين. لكن لو هتشتري للبيض زي ما قلنا، احسن نوع كتكوت هو البلد الصافي اللي كانوا اهلنا بيربوه زمان. في البلد الهجين حلو في البيض، في الفيومي الانواع دي برضو حلوة في البيض. فلازم قبل ما تشتري الكتكوت بتاعك تبقي عارفة الهدف من تربية الكتكوت ده، تربية عايزاه للحم والأكل، أو إن انت عايزاه للبيض. حبايبي ده كان الفيديو بتاعكم معاكم النهاردة. متنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناة، ولو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.